السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل كيكة الذرة او البسيسة. طعمها جميل جدا، لونها تحفة، هشة وخفيفة جدا، بجد طعمها ما يتوصفش. لونها وطعمها جميل جدا، وريحتها قلب المكان كله. مقاديرها مظبوطة، واحلى واسرع كيكة تعملوها. هعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وفي 5 دقايق بس هنجهزها، وبسرعة هنسويها، وبالهنا والشفا كليها. بجد تحفة تحفة، اللي مجربهاش فاتوا كتير جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. أنا هستخدم الخلاط، هضيف فيه 3 وحدات من البيض، عليهم كيسين من الفانيليا، كوب من السكر، سكر الحبيبات العادي، كوب الا ربع من الزيت، زيت يكون نوع حلو، كوب من اللبن، معلقة كبيرة من الخل الابيض. هضرب المكونات كويس جدا في الخلاط. ده شكل الخليط بعد ما ضربته كويس جدا في الخلاط. عندي طبق يكون كبير وواسع، هنزل بخليط الكيك، هضيف فيه 1.25 كوب من دقيق الذرة الاصفر. اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا ننخل الدقيق كويس جدا. انا ضفت اول كوب من الدقيق الاصفر او دقيق الذرة، ودي ربع كوباية من دقيق الذرة، وهضيف كوب من الدقيق الابيض العادي. يبقى انا استخدمت 1.25 كوب من دقيق الذرة، وهستخدم 1.25 كوب من الدقيق الابيض، بس هضيف كوب الاول من الدقيق الابيض، وربع كوباية هركنها على جنب لما احتاجها هضيفها. عندي كيس من البيكنج باودر اللي هو كيك شيف. اهم حاجة ان احنا ننخل كل المكونات معانا زي ما انتم شايفين، وبنقلب. التقليب يكون على جنب واحد علشان الكيكة ما تهبطش مننا، زي ما انا بقلب بالظبط. هفضل اقلب لحد ما الدقيق يختفي تماما، وهشوف اذا الخليط هيحتاج معانا دقيق ولا لا. يبقى في الاول خالص هنستخدم 1.25 كوب من الدقيق الذرة، وبعدين هنضيف كوباية من الدقيق الابيض، هضيف باقي كمية الدقيق الابيض. يبقى انا استخدمت 1.25 كوب من دقيق الذرة، و1.25 كوب من الدقيق الابيض. لازم كمية دقيق الذرة تكون قد كمية الدقيق الابيض، لان لو زودتوا كمية دقيق الذرة الكيكة هتفرول منكم ومش هتبقى ماسكة نفسها. هي ده قوام الكيكة اللي انا عايزاه. عندي صينية دهناها دهنة كويسة من الزيت ومبطناها من الدقيق، هنزل بخليط الكيك زي ما انتم شايفين خليط الكيك عامل ازاي، ولونه اصفر جدا، لان احنا استخدمنا 1.25 كوب من دقيق الذرة، وطبعا دقيق الذرة بيكون لونه اصفر، عشان كده خليط الكيك بقى لونه اصفر. هخبطه خبطتين. بالنسبة لطريقة التسوية، انا شغلت الفرن تسخن بقالها 10 دقايق. هدخل الكيكة الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 170 لحد ما تستوي. انا سبتها لحد ما استوت، وسبتها كمان تبرد تماما. ده شكل الكيكة بعد ما بردت تماما. الكيكة جميلة جدا وهشة ومرتفعة، ولونها جميل جدا، وريحتها ما شاء الله قلب المكان كله. هنقطعها مع بعض دلوقتي، وهوريكم الكيكة عاملة ازاي من جوه، وقد ايه واخدة اللون البرتقاني الجميل، لاننا استخدمنا دقيق الذرة، ودقيق الذرة بيكون لونه اصفر، فطبيعي بيخلي الكيكة لونها زي اللون البرتقاني، اكنكم مستخدمين عصير برتقان او تانج برتقان بالظبط. هنقطعها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، وهوريكم دلوقتي شكل الكيكة عامل ازاي من جوه. انا عاملة وصفات كتير على القناة، اتمنى تدخلوا تشوفوها، واي وصفة عجبتكم اكتبولي في الكومنتات. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟ هشة جدا وطرية ولونها جميل جدا.
مهما بضغط فيها بترجع زي ما انتوا شايفين لونها عامل ازاي. لونها جميل جدا ما شاء الله، وبتتقطع معايا بكل سهولة. الكيكة دايبة دوب ومش مفرولة خالص زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة انكم تسيبوا الكيكة لحد ما تبرد، ما ينفعش انكم تقطعوها هي وسخنة علشان ما تفرولش منكم. جربوها بنفس المقادير والطريقة وان شاء الله هتعجبكم، ومش هتبطلوا تعملوها تاني، لانها ما خدتش وقت معانا خالص، ولا في المقادير ولا في الطريقة ولا في التسوية. اتمنى انكم تجربوها. لو عجبتكم ما تنسوش تكتبولي في التعليقات. الكيكة جميلة جدا ما شاء الله، لونها تحفة، مستوية، واخدة اللون الجميل من فوق ومن تحت. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.